الامتحانات عامله معاك ايه؟ لا تعليق. هو بيقول لك لا تعليق، اصل بيذاكر وبيجيب امتيازات. انا عادي السنه. انت جميل جدا. اه والله العظيم. طيب وحضرتك؟ لا عايز قاعد معاه. امشي مع واحد يعني ناجح والله منه فين. وايه؟ منه في الامتحانات يعني ساعات تقيله وساعات خفيفه على حسب الماده. يعني فهم قوي يا حفظ قوي. انزل الامتحانات عامله معاك ايه؟ هو زي القرف. والله فكره فاشله. وانت ايه رايك في الامتحانات؟ فكره افشل من فشل. الحاجه اللي ممكن تسيب المذاكره والامتحانات عشانها هي ايه؟ الميك اب. ايه الحاجه اللي ممكن تسيب المذاكره والامتحانات علشانها؟ اي ماتش للاهلي. لو جالك سؤال في الميك اب تفتكري السؤال هيكون ايه؟ ازاي بقى بتعرفي تظبطي الايلاينر؟ امتى الزمالك هيكسب الاهلي؟ مش عارف، انا زملكاوي نفسي اسال السؤال ده والله. كيف ترسمين زي السمكه بالايلاينر؟ الزمالك بيخسر ليه؟ احسن لعيب في مصر مين؟ متى يكسب الزمالك بطولات كثيره؟ متى يغادر مرتضى منصور من الزمالك؟ قولي خطوات وضع الايلاينر. مثلا العين الضيقه تحطي كحل من جوه العين ولا من بره؟ لا من بره. صح، اجابه صحيحه. على فكره الايلاينر مقارنه بالمذاكره اصعب بكتير. أين وضع المسكرة في المكان الصحيح؟ بص، هو انا اخر حاجه اتفرجت عليها الماتش اللي هو ميدو جاب جول في ليبيا في 2006. اللي هو بتاع حسن شحاته والخناقه بتاعت اقسم بالله. ايوه، هي دي اخر حاجه اتفرجت عليها. نفسك السؤال بقى يجي لك عن ايه؟ كانوا بيتخانقوا ليه؟ مين احسن خط نص في مصر؟ كيف يمكن تعمل ستوكينج على حد من غير ما تتقفش تطلع له فيه بالمينو؟ شكلك بيبقى وحش قوي بجد. الزمالك كسب الاهلي 6-0 امتى؟ امتى الزمالك يفرحني ويكسب كده ويحقق بطولات كده؟ صيدله هيلغوا لقب الدكتور. هيقولوا لك ايه بقى؟ لا قولي يا بيبي. يا بيبي